لو انت في عشا رومانسي حاول ما تعزمهاش على حاجه ساقعه. الموضوع يبان غريب لكن بعض الباحثين شايفين علاقه بين الحراره الجسديه والحراره العاطفيه، يعني لو حاسس بالبرد قلبك بيقسى، لكن لو دفيان بتبقى حنين. الدراسة دي الباحثين اللي واحد منهم من جامعة ييل جابوا مجموعة من الناس ودوا لهم يا إما مج قهوة سخنة أو كوباية حاجة ساقعة، وطلبوا منهم يقيموا كده شخص أول مرة يقابلوه. فالناس اللي كانوا ماسكين الحاجة السخنة قالوا ده شخص شكله كده ابن حلال، بينما الناس اللي كانوا ماسكين الحاجة الساقعة ما استريحوش للراجل ووصفوه بإن هو يعني مش مريح، مع إن هو نفس الشخص. يعني حسب استنتاج الباحثين في الدراسة دي لو عايز تقرب من حد اعزمه كده على كوباية شاي ولا كوباية سحلب، لكن بلاش تعزمه على عصير قصب او كوبايه كركديه ساقع، على اساس ما يبقاش فيه برود بينكم ويبقى فيه حراره كده في العلاقه. لكن هل هو ده التفسير الوحيد للدراسه دي؟ بيني وبينك الموضوع برضه له علاقه بالسياق. يعني لو انت في بلد بارده مثلا وحاسس بالبرد وواحد اداك حاجه دافيه هتحس انك مستريح وهتحس الحياه جميله وهتستلطف الناس اللي حواليك، لكن لو انت حران واديتك حاجه سخنه هتبقى مش طايق نفسك ومش طايق حد. يعني لو الدنيا حر اعزمها عادي على حاجه ساقعه تطري على قلبها. اللي قول لي صحيح بالمناسبه، بتحس انك انسان اطيب في الصيف ولا في الشتاء؟